بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ذكرنا في التسجيل الأخير بعض الأحكام المتعلقة بشهر رمضان، وسنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضها. على من يجب الصوم؟ قلنا يجب الصوم على المسلم، لأن الإسلام هو شرط جعل الأعمال. الإسلام شرط في كل الأعمال، إما في الصلاة ولا في الزكاة وإما في الصيام. والدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقوله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا الشرط الثاني هو العقل والبلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، وذكر عن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. والقدرة، لقوله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين الإسلام جعله الله سبحانه وتعالى يسرا علينا، فالله سبحانه وتعالى لن يأمرك بشيء فيه هلاكك. ربي عز وجل إذا أمرك بشيء اعلم أن ليس فيه هلاكك، فجعل الله سبحانه وتعالى التيسير على أمته. حتى فقال الله سبحانه وتعالى على الذين لا يستطيعون الصيام، قال: فعدة من أيام أخرى. والقدرة أيضا ندخل فيها مثلا الشيخ الكبير أو المرأة المسنة التي لا تستطيع الصوم. ماشي لازم تكون مريضة، يعني كاين ناس ماشي مريض ولكن يشق لكباره يشق عليه الصيام. هذا وش عليه؟ أنه يفطر في رمضان، ثم يفدي عن كل يوم إطعام مسكين عن كل يوم. وكاين ناس واحد اخرين ما يقدروش يصوموا. شكون هما هاد الناس اللي يرفع ربي سبحانه وتعالى عليهم الصوم في رمضان؟ نسموهم أهل الأعذار. قال ربي سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال الله عز وجل مريضا، يعني المريض الذي، شكون هو المريض اللي يفطر في رمضان؟ ماشي الإنسان يوجع راسه يفطر، وجعته ضرسته يفطر، لا توجعه يده يفطر، لا. المريض هو الذي يخشى أن يزيد مرضه، إما يخشى أو أن يتأخر، عنده مرض يخشى أن يتأخر برؤه. هذا عليه أنه يفطر ثم يصوم بعد زوال مرضه، يعني يقضي بعد رمضان كيبرة يعود يقضي هذاك اليوم اللي كان فطروا في رمضان. وكاين بعض الناس الذين لا يجب عليهم القضاء، اللي عنده مرض مزمن. مثلا كاين بعض الناس مثلا عنده السكر، يقول ما يقدرش يصوم، او عنده بعض الامراض مثلا اصحاب دياليز ما يقدرش يصوم. هذا واش يدير؟ انه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. ثم عندنا قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، ومن بعد قال: أو على سفر. السفر الإنسان يكون مسافر، له أن يفطر، ماشي واجب ولكن له أن يفطر. وهذا فيه بعض الأحكام. أولا أن يكون السفر الذي يوجب القصر. العلماء يذكروا كثير من الأقوال، منها 80 كيلومتر أو أقل من 90 أو 82 كثير. المهم يكون في ما تعارف عليه الناس أنه سفر.
هذاك له أن يفطر. والثاني أن يكون سفر طاعة، ماشي سفر معصية، ماشي واحد يروح يشوف الجزائر في كوت ديفوار يقول لك أنا لازم راح نفطر. أيضا أن يكون سفر طاعة، هذا له بعد السفر تاعو، بعد السفر يقضي ذلك اليوم. وأيضا عندنا الحائض والنفساء لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة إن حاضت أو نفست في رمضان تفطر، ثم بعد انقضاء رمضان أو بعد انقضاء المرض أنها تعيد تلك الأيام. وعندنا أيضا المرضع والحامل. المرضع والحامل وقتاش تفطر؟ المرضع والحامل تفطر إن خشيت على نفسها أو خشيت على ولدها. ماشي أي مرة تكون حامل تقول لك خلاص أنا مالا راني حامل نفطر، أو راني مرضع نفطر. إما أن تخشى على نفسها الهلكة أو تخشى على رضيعها الهلكة. الحامل بعد وضع الحمل إن كانت في رمضان بعد وضع حملها تقضي الأيام التي كانت عليها. أما المرضع فتفدي عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. وهناك كثير يعني بعض الناس يتهاون في الصيام، يرجعوا لدرسته يقول لك لا نفطر، لا مانيش قادر، ولا يبدا يتحايل. فهذه الأمور فالإنسان يتقي الله وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصيام جنة. الصيام هذه راهي وقاية، حتى ربي عز وجل قال: وإن تصوموا خيرا لكم. فالله سبحانه وتعالى ما جعل هذا الصوم إلا ليحقق لنا غاية كبيرة، ألا وهي لعلكم تتقون. فتحقيق التقوى أن تتحقق لك التقوى بهذا الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربي عز وجل على الصيام مش قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل بني آدم، أي عمل تقوم به عندك الأجر تاعو، إلا الصوم ربي عز وجل ما أعطانكش وشنو هو؟ ما أعطانكش الأجر تاعو. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.